عليكم وانا جاي جعان عن توقعي لماتش الاهلي والزمالك. مين يكسب يا عم مهند؟ هقول لك مين يكسب يا عم مهند دلوقتي. بصوا يا جدعان، شوف بس غيابات الاهلي. عندنا يا جدعان غيابات كتير قوي، منهم حمدي فتحي، عمرو السولية، معرفش النص هيكون فيه مين اصلا، مصطفى شوبير، كريم فؤاد، توفيق، توفيق. وعندنا برضه لعيبه كتير برضه واقفه، مش عارفين يلعب بصراحه. يعني هو اصلا ويس ابراهيم واقف. وعندنا برضه يعني هما هيكونوا طبعا اتنين دي في الدفاع، اتنين في الدفاع زي رامي ربيعه وايمن اشرف. ربنا يكون في عوننا بقى. مين هيكسب؟ انا بقول باذن الله الاهلي، مش عشان جاي يحيوي ريال مدريدي، بس انا بقول انا مش عشان بحب الاهلي، بقول لو الاهلي لعب بخطه 4-3 هيكسب. انا شايف كده. ويكسب على فكره يكسب 1-0. كمان الزمالك لو زيزو عواد وامام عاشور فايقين ما كسب، وابرك مش فرق كبير، ده واقعي. بس لو هما التلاته فايقين هيكسب، عشان بس ما تقول احنا ما كسبش، لو هما التلاته فايقين هيكسب. والاهلي باذن الله هيكسب. يلا كمان توقعي، مش باجي عايز اشوف القناه، واي يعني ظبطوني. يلا سلام.